أخطر حاجة في حياتك مش إنك ما يكونش عندك هدف، الخطر الحقيقي إنك تضيع عمرك تجري ورا أهداف مش بتاعتك أصلا. لو مش لاقي هدفك، أي مجهود هتعمله هيبقى مجرد زحمة. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكبر المشاكل اللي بتكسر ناس كتير. إزاي تلاقي هدفك وسط الزحمة، وسط الضوضاء، وسط كل حد بيقولك تعمل إيه. في الحلقة دي هخليك تلاقي طريقك وسط الزحمة. أول خطوة: وقف الضوضاء. الهدف مش هيجي وانت فاتح كل يوم سوشيال ميديا وتسمع آراء 1000 واحد قبل ما تسأل نفسك أنا عايز إيه. لازم الأول توقف تسمع لكل الناس اللي حواليك. لو كل واحد بيشدك في اتجاه، عمرك ما هتعرف تسمع صوتك الداخلي. اقفل الموبايل، ابعد عن السوشيال شوية واقعد مع نفسك. تاني خطوة: جرب، وبعدين جرب تاني. هدفك مش هيظهر من ورقة ولا كتاب. اللي بيدور على هدفه جوه الكتب بس عمره ما هيلاقيه. الهدف مش فكرة تجيلك وانت قاعد، الهدف بيتكشف وانت بجرب. هدفك هيبان لما تتحرك. لو فضلت مستني تعرف الصح قبل ما تبدأ، هتفضل واقف مكانك. ادخل مجالات مختلفة، جرب هوايات، اشتغل أعمال بسيطة. يمكن تقع في 9 حاجات غلط، بس ال10 هتكون هي اللي تفتح لك الباب. تالت خطوة: راقب مشاعرك. بعد أي تجربة اسأل نفسك: هل حسيت بطاقة؟ هل الوقت عدى بسرعة وأنا مستمتع؟ ولا كنت تعبان ومخنوق؟ الطاقة هي دليل. الطاقة اللي بتجيلك وانت بتعمل حاجة هي دليل انك في الاتجاه الصح. رابع خطوة: اربط هدفك بحاجة اكبر منك. الهدف اللي بيقف عندك مش هدف، ده هواية. لكن الهدف اللي بيخدم غيرك هو اللي بيعيش بعدك. اسأل نفسك: ازاي اللي بعمله يسيب اثر حقيقي في الناس؟ اللي بيخلي الهدف هدف حقيقي ان مش انت بس اللي بتستفيد. خامس خطوة: اكتب رؤيتك بصوت عالي. مش كفاية تفكر، التفكير لوحده فوضى. هات ورقة، اكتب: أنا عايز أبقى مين؟ عايز أسيب أثر إزاي؟ هزعل إني ما عملتش إيه؟ الكلام المكتوب بيتحول لخريطة، والخريطة دي بتقودك وسط الزحمة. سادس خطوة: خليك مرن. هدفك مش هينزل من السما مكتوب مرة واحدة، هو بيتغير مع الوقت. لكن الثابت الوحيد إنك تستمر. كل ما تتعلم حاجة جديدة عدل في مسارك. سابع خطوة: فلتر أصحابك. مش كل الناس ينفعوا يكونوا معاك في رحلة الهدف. في ناس هيسحبوا طاقتك ويقولوا مفيش فايدة، وفي ناس هيدوك دفعة للأمام. لو عايز تلاقي نفسك لازم تبعد عن اللي بيضيعوك. تامن خطوة: التزم حتى وانت مش شايف نتيجة. ناس كتير بتبدأ بحماس وبعدين ينهاروا. المفتاح مش في البداية القوية، المفتاح في الاستمرارية الصغيرة. خطوة صغيرة كل يوم يساوي هدف كبير بعد سنين. الاستمرارية أهم من أي موهبة. ما تستناش حد يديك ورقة مكتوب فيها ده هدفك. اللي مشي ورا صوت الناس ضاع وسط الزحمة، واللي سمع صوته الداخلي عارف طريقه. غرقان وسط الزحمة، الحل إنك توقف، تسمع نفسك، وتبدأ تتحرك. لو الفيديو ده حرك فيك فكرة، اشترك في القناة، فعل الجرس، وسيب لي تعليق إيه أكتر حاجة حاسس إنها هدفك دلوقتي. أنا مستر ستيك، ودي كانت الحلقة السادسة والأخيرة من سلسلة صلحها مع مستر ستيك. في الحلقات دي مشينا رحلة مع بعض. السلسلة خلصت، لكن حياتك لسه قدامك. انت دلوقتي معاك الأدوات، الخطوات، والوعي انك تصلح نفسك بنفسك. لكن خلي بالك، التغيير مش بيجي من كلام تسمعه، التغيير بيجي من فعل تعمله. أنا عايزك تفتكر جملة واحدة بس من صلاحها مع مستر ستيك: مفيش حاجة فيك محتاجة كسر، كل اللي محتاجه شوية صيانة.